في واحدة على اليوتيوب متابعاها بتحكي كده عن تجربة شخصية إن حياتها كانت عاملة زي الورقة دي المفعصة بالشكل ديت عشان الهموم والمشاكل اللي كانت بتقابلها، وكانت بتحاول تعدل في الورقة وتحاول تظبط فيها، ولكن ما كانتش قادرة لحد ما في وقت اتغيرت حياتها 180 درجة. مش بس كده، دي الحياة القديمة كده حست إنها اترمت وجات لها ورقة بيضة نظيفة تكتب فيها اللي هي عايزاه. كل ده بسبب ان ربنا سبحانه وتعالى ألهمها بالصلاة على النبي كتير قوي. كانت بتصلي على النبي كتير في كل أوقاتها. وبعد كده دورت في السنة، أصل كله موجود في القرآن وفي السنة، فلقيت في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي أبي بن كعب. سيدنا أبي بن كعب جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أنا بصلي عليك كتير، فكم أجعل لك من صلاتي؟ وصلاتي التانية دي المقصود بها الدعاء. أجعل ليك في دعائي قد إيه صلاة على النبي؟ قال له: ما شئت. فراح قال له: أجعل لك الربع؟ قال له: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال له: أجعل لك النص؟ قال له: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال له: أجعل لك التلتين؟ قال له: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال له: أجعل لك صلاتي كلها تبقى صلاة على النبي؟ راح قال له: إذا يكفى همك ويغفر ذنبك. وهم دول أكتر حاجتين بيتعبونا، الهم في الدنيا. أي حاجة بتضايقنا بتعمل لنا هم في الدنيا، لما ربنا سبحانه وتعالى يشيل عننا هذا الهم، هو في حياة أحلى من كده؟ طيب، وفي الآخرة بقى يغفر ذنبك، اللي هو إيه؟ إحنا بنتمنى إيه في الآخرة؟ إن ربنا يغفر لنا ذنوبنا. فلما يتشال عننا أكتر حاجتين بيضايقونا، الهم في الدنيا وإن إحنا ربنا يغفر لنا في الآخرة، يبقى أنا كده كسبان دنيا وآخرة. طيب، هل يا ترى العلماء بقى فسروا ديت، هل يا ترى ان انا ما ادعيش خالص وتبقى كل دعائي بالصلاه على النبي؟ قال لك لا. قال لك دلوقتي انا بدعي كتير خلال اليوم، بدعي في السجود، بدعي وانا في التشهد قبل السلام، بدعي بعد كل صلاه، بدعي في اذكار الصباح والمساء، ادعيه كتير رسولنا صلى الله عليه وسلم علمها لنا. فاذا اخصص احد الاوقات ديت في الدعاء ان انا اعمل فيه صلاه على النبي، وبقيه الحاجات اعمل فيها بقيه الادعيه اللي رسولنا علمها لنا. اذا مش معنى كده ان انا اروح اخلي كل اي دعاء ادعيه ان انا اصلي فيه على النبي، لا، هنا المقصود ان انا اكثر من الصلاه على النبي، فاخصص وقت من الاوقات دي للصلاه على النبي. طيب، الصلاه على النبي ازاي؟ الصلاه على النبي اللي هو الرسول علمها لنا، اللي هي بتبقى في التشهد الاخير: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هي ديت الصلاة اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. بصوا يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا الكريم ادانا عروض كتير عشان ناخدها كده ونطير بها للجنة، والشاطر بقى اللي يستفيد من العروض دي. مستنيين ايه؟ ما تيجوا نصلي على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.